إسماعيل الأزهري هو أول رئيس وزراء سوداني بين عام 1954 للميلاد و1956 للميلاد، ورئيس السودان من عام 1965 للميلاد حتى أطاح به جعفر النميري في عام 1969. تولى منصب رئيس حزب الأشقاء الذي كان يدعو للاتحاد مع مصر. تولى منصب رئاسة مجلس السيادة بعد قيام ثورة أكتوبر من العام 1964 للميلاد. إبان الديمقراطية الثانية. لديه كتاب شهير بعنوان الطريق إلى البرلمان، صدر عن دار الثقافة ببيروت، محطات من سيرته الذاتية. في العام 1943 للميلاد تم تعيينه رئيساً لحزب الأشقاء إلى جانب رئاسته لمؤتمر الخريجين. وفي العام 1944 للميلاد قام بافتتاح المجلس الاستشاري لحكومة السودان. وفي العام 1953 للميلاد في شهر فبراير وقع على اتفاقية تقرير مصير السودان بين مصر وبريطانيا. وفي العام 1954 للميلاد كون أول حكومة وطنية من حزبه الوطني الاتحادي. وفي العام 1956 للميلاد رفع ومعه محمد أحمد المحجوب زعيم المعارضة علم الاستقلال المكون من الألوان الأخضر والأصفر والأزرق. وفي العام 1965 للميلاد تم انتخابه لمجلس السيادة. توفي في 26 من شهر أغسطس من العام 1969 للميلاد.